حزروا هلا شو عم بعملكن اكله. هلا عم بعمل حرب اصبع. طبعا هون في خبز قطعته مربعات، وقطعت شي 5 ترغفة يعني 5 شو اسمه 5 رغيف هيك اعتقد سو. ايه، وهون دقيت توم، كمان راس توم، هون هيك راس توم دقيتهم. طبعا هلا رح فرجيكم عيارات الاكله، بس هدول انا عم جهزهم قبل الاكله منشان فرجيكم اياهم. طبعا هون سويت العجينه بس عم بتركها ترتاح، وهي الحبيبات اللي بقلبها هي حبيبات طحين. هلا بس ارجع ادعكها مره تانية بيروح الحبيبات مشان ما تقولوا لي ليش هيك منظر. وهي العجينه حطيت لها كاستين طحين، ونص كاسة 3/4 كاسة المي او كاسة بتاخد احيانا، وحطيت زيت فنجان صغير، وحطيت ملح. هي العجينة تبعت الحرب اصبع. طبعا هيك خلص الخبز المقلي، هي قليته. هلا بدي احط العدس على الغاز، رح فرجيكم كيف بدي احط العدس على الغاز، ورح نكون سوا كيف عم نطبخ الاكله. صحي نسيت لكم، انا ميرال من قناه عائله ام مروان. طبعا عم بطبخ هاي الطبخه لانه اجت على بالي، وكتير حابه اجرب اني انا اعملها، بس هيك اعتقد. هلا احضروا شو لحظ 3 كاسات عدس، هاي تنتين وهي 3. هلا رح احط لهم مي حتى يستووا شوي، نص استوى مو استوى كامل، نص استوى لازم تكون. هي اول وحده. طبعا البصل ليش لكم ليش البصل هو للتزيين، ما اعتقد انه بينحط بوسطه، بس على الحالتين هلا رايحه اسال امي اذا بينحط بوسطه ولا لا، بس انا بعرف لا، انا بعرف بينحط بوسطه. عدس وعجينه، عدس وعجينه مقطعه مثل مربعات. هلا بفرجيكم كيف بدي اقطعها. وبينحط كزبره وبصل، كزبره وثوم سوري اللي فرجيتكم اياهم. انا بصراحه ما بعرف اقطع على الدفه، انا بعرف اقطع بس على ايدي. المكونات قلت لكم اياها كيف، ومثل ما قلت لكم هلا رح اسال ماما اذا هو بينحط بوسطه بصل ولا لا. امي ماما بينحط بصل بقلبها. يعني هلا شو بدي اقطع؟ هدول مقطع شرايح. هلا هدول بقلبها غير اللي على وشها. هدول بقلبها وهدونك على وشها. اوكي. هلا هدول بنقليهم بزيت الزيتون. تمام. هلا هيك خلصنا البصلات هدول لقلب الطبخة، وهيك بنكون حطينا المي على العدسات. هلا رح شغل تحتهم احط لهم ملح وفرجيكم كيف. زيت ما كتير يعني شوي، شوفوا قديش يعني، بس تقريبا شوفوا شايفين. هلا رح قليهم ليصيروا وبفرجيكم اياهم وقت يصيروا. هي معلقة صغيرة رح احط، هاي وحدة، هاي 2، هاي 3، ونص وحدة صغيرة. شوفوا هون بلشوا يدبلوا هيك، بما انه صاروا بهذا القوام المطلوب فهن لازم تطفوا تحتهم لبين ما يستوي شوي العدس، وبتحطوهم مع الاكله. خليكم معنا كمي. طبعا شوفوا كيف راح كل شيء ابيض كان فيها، يعني هدول النقط اللي كانوا فيها راحوا، لانه هدول بيطلعوا وقت بترتاح العجينه شوي. شايفين؟ هلا رح اخذ منها شقفه صغيره. هلا هيك برقه، واخر اشي بقطعها مثل مربعات صغيره، بس لازم تكون كتير رقيقه. بدها تكون رقيقه مثل الورق.
لانه العجين بينفش. لا انا ما حاطه خميره، قلت لهم شو حاطه بوسطه، قلت لهم حاطه زيت ومي وملح وطحين بس. طبعا هيك رقيت العجينه شكون بدها تكون. شوفوا شلون قطع صغيره هيك، شايفين كيف عم تقطع كثير ناعمه وصغيره. تقطعوها هيك كلها. هلا بتحطوا لها طحين كتير منشان ما تلزق على بعضها. رح اقطع هدول قدامكم وفرجيكم كيف بدي احط لهم الطحين وما شابه ذلك، وبعدين بكمل العجينه لحالي لانه ما حقدر فرجيكم اياها كلها. لازم يكون في كتير طحين عليهم. شايفين بهالطريقه هيك تمسكوا اول وحده تحطوها وراها هيك، شايفين هيك ورا بعض لازم يكونوا، واكد تمسكون تكزوا عليهم لانه ما بيقعدوا بيمشوا حالهم معكم. شايفين كيف هيك. وهلا بتبلشوا تقطعون هيك. شايفين قديش قياسهم هيك هيك. بدكم كتير تحطوا لهم طحين تنتبهوا ما يلزقوا ببعض، لانه اذا لزقوا رح تطلع كتير سميكه بالطبخه وما حتعجبكم. شايفين هيك تمام. وهلا رح كفي تقطيع وارجع لكم. هيك رح احطهم تمام بهيك وحده بلاستيك وحط لهم طحين منيح. شايفين الطحين عليها؟ وهيك لازم تكونوا بهذا الشكل. بكره ما علي شغله وما بحب ساويها فكرة مشان شغله، بس قلت انه هاي الاكلة شامية وفي كتير عالم بتحب تتعلم الطبخ الشامي، فليش ما اعلمكم اياه. هلا هون بعد ما استوى هون بيستوي العدس بنحط البصل يلي قليناه او حمسناه بالزيت الزيتون. وبنحط الثوم، وهون بنحط الثوم اللي داقينه انا قلت لكم انه نحن داقين راس الثوم. ايه بعد هيك شو بده يصير امي؟ بننقه. هلا بنحط هون بس ليغلو. بنحط هون بقى العجين يلي رقيناه وقسمناه وقطعناه. يلا خليكم معنا ليغلوا وبنرجع لكم. وهلا رح نحط العجين هون. العجين اللي قسمتيه ماما. شايفين شلون بينزل كل الطحين يلي معلق فيه. لازم ما يكون فيه طحين ابدا، لانه بتسمك الاكله مو؟ ايه لانه بتصير سميكه الاكله. عامله خير ومعبيتهم كلهم طحن مشان ما يلزقوا بعض. ايه معلش هن مشان ما يلزقوا بس كله بينزل ليكوا. شوفوا هيك بيكون هدول ما عاد فيهم طحين. هلا هدول ايمان بدك تحطيهم فوق بس انها قربت تغلي هذيك. ايه خلص هي قربت تغلي. يعني نحطهم هلا؟ ايه هلا هون بلشت تغلي. ايه بايدك هلا هيك فرفتيهم. ايوه هيك ايوه بدهم يتفرفطوا. يعني كل وحده بمكان. لا مشان ما يلزقوا ببعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اي والله بسم الله الرحمن الرحيم.
هي الاكله كتير طيبه، بس يعني مشهورين فيها اهل الشام. هلا انا بعرف امي انه في عالم بتحط لها كوسه وهيك قصص، هي مو نفس اللي عم نعملها صح؟ نحن ما لا، بنحط في لها عالم كوسه. بتحط لها كوسه، في عالم بتحط لها، لا نحن ما بنحط لها، في عالم بتحط لها بنحط لها سلق، بس مع انه هون ما عندنا سلق. خلينا هيك ما يجمعوا بعض مشان ما يلزقوا ببعض. دقيقة. هاي الأكلة على فكرة كتير مفيدة، لأنه العدس هو مليان بروتين وحديد وكل شيء. بس والله بدها شغل كتير، هي يعني مش وحدك تفيق تشتغليها او تفيق، ما بعرف مين حيساوي هاي الاكلة. تفيق أو تفيقي، بس أكيد أكثر شيء تفيقي. ايه بدها تكون مو كتير جميدة، يعني مو كتير ماسكة. إذا لقيتوها شوي ماسكة بتضيفوا لها مي، وبنحط لها حمض الرمان. حمض الرمان هذا هو دبس الرمان. دبس الرمان، بس لازم يكون حامض مو حلو، لانه اذا كان حلو ما بتستفيد منه شيء. هون طبعا على حسب طلب، يعني طلبكم يكون مثلا انه ملحه ظابط، حمضه ظابط. لازم تذوقوها. ايه لازم يعني تذوقوا وتظبطوا حمضه وملحه. انا هون مالي حاطه غير 3 معالق ونص صغار لما فرجتكم انا وعم حطهم، وهلا رح تذوق ماما ملحه وتقلي شو عمل لسه. هلا هون طلعت ناقصه ملح، فنحن بنظبط ملحها، بنبلش بنضيف حمض الرمان. حمض الرمان على حسب الطلب، بس هي الاكله طيبه تكون حموض الحمض بعد دبس الرمان ظاهر يعني. هلا هون الاكله شبه خلصت، هلا بنضيف لها حمض الرمان. بده يكون حمضها هي الاكله ظاهر. شفتوا قديش الكميه اللي حطيتها يعني؟ ايه هلا هي انتم بدكم تحطوا وتذوقوا الحمض انتم، يعني هي اذواق، الحمض هو اذواق، بس لازم يكون حمضه ظاهر. ايه هو حمضه لازم يكون ظاهر. يعني ممكن نحن نحتاج لحمض رمان منيح لانه مشان يعطي حموضه. هلا هون خلصت، زبطنا الحمض، ويمكن تحتاجوا تحطوا لها ليمون او ليمونتين على حسب انتم بتحبوا الحموضه تبعها. هلا هون نحن فرمنا باقة كزبره، بس طبعا الكزبره مجمده لانه نحن مو دائما بنلاقي كزبره هون. ايه فهون فنحن بنمونها بالفريزر. هون ما مبينه؟ مجمدة. هلا هي مبينه معكم انه هي سودا، بس لا هي مو خضراء. صودا، خضرة هي، هيك بتبين ليك خضرة. شايفين؟ فنحن هون بنمونها هون مونة، لأنه مو كل ساعة بيلتقى هون الكزبرة. فهلا هون بالأخير بنحط لها الكزبرة. هلا هيك الأكلة خلصت. هلا بنرجيكم كيف وقت التقديم كيف. وهيك بتكون خلصت الأكلة. طبعا لسه هاد بس تزيين، ما حطينا الأكل لسه. إذا عجبتكم الأكلة اليوم لا تنسوا تحطوا لنا لايك والشير والسبسكرايب، وتعطونا رأيكم تحت بالتعليقات. إن شاء الله تكون الأكلة عجبتكم واستفدتوا، ومنحبكم كتير، وسلام.